السلام عليكم. ها انا جيت واحد الفيديو جديد خفيف ظريف، كنتمنى يعجبكم. اليوم ان شاء الله وجدت واحد كالينتي ولا كالين، كل واحد واش كيسميه، في واحد الاناء. خديت واحد معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال السنيده، وقبصه ديال الابزر، وواحد البيضه، وواحد 3 معالق كبار ديال الزيت النباتيه كيف كتشوفوا. وكنخلط هاد المكونات مزيان، ومن بعد كنضيف واحد طاسه ديال الماء. هانتوما كتشوفوا معايا وتبعوا الطريقه وان شاء الله كنتمنى يعجبكم. غنضيف واحد الطاسه ديال الماء، وهاد الطاسه هذه ديال الماء غادي نحسبوها، هذه الطاسه الاولى. ومن بعد كنضيفوا الطاسه ديال الطحين، الطحين ديال الحمص ولا الدقيق ديال الحمص اللي هو العبر 4 كيلو. 4 كيلو كدوز لي ديك الطاسه 4 كيلو. كنخلط جيدا هذا الطحين مع ديك المكونات، ومن بعد كنضيف الطاسه الثانيه ديال الماء. تبعوا معايا الطريقه، هذه الطاسه الثانيه وهذه الثالثه وهذه الرابعه. يعني كل طاسه ديال الدقيق سواء كانت صغيره ولا كانت كبيره بها كنعبروا 4 ديال الماء على حسب. وكنخلط هاد المكونات مزيان كيف كتشوفوا معايا حتى كنحصل على ديك الخليط اللي هو مزيان منسجم، كلشي تخلط لي مع بعضيتو مزيان. وكنجيب واحد المول اللي سبق لي كيكون دهنته بالزيت، وكنكب هنايا غادي نكب فيه ديك الخليط ديالي. هانتوما كتشوفوا يقدر يكون كيبان لكم خفيف بزاف، ولكن هذا هو العبار وهذه هي الطريقه ديالو. صافي دابا كندخلو الفران للنار تكون مجهده واحد شويه باش كيطيبنا من الفوق مزيان، ومن بعد كنرجعو من تحت يتحمر. وهذا هو كالينتي ديالي كيف كتشوفوا، ها هو وجد، ها هو محمر تبارك الله، كيجي على هذا الشكل وكيجي غزال. كنتمنى تجربوه وكنتمنى يعجبكم ان شاء الله. تكون خفيفه، ما نكونش طولت عليكم. كنتمنى دعموني باللايكات ديالكم ودعموني بابوني، وان شاء الله يعجبكم هادشي اللي كنعمل. وان شاء الله الفيديو القادم بحول الله. والسلام عليكم، بالصحه والراحه.